صليت على النبي. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أنا عارف إنك فاهم الآية إن الزاني لازم يتجوز زانية، والزانية لابد وأن تتزوج زاني. عايز تعرف المعلومة صح؟ صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واشترك في القناة وتعالى نشوف العلماء قالوا إيه. قال العلماء أن المعنى ليس المراد على ظاهره، يعني مش معناه كده أبدا. بدليل إيه؟ قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى قال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو إيه؟ أو مشرك. طب من المعلوم والمعروف في الإسلام إنه يحرم على المرأة المسلمة إنها تتزوج إنسان مشرك، يبقى إذن الآية مش على معناها الظاهري. قالوا ان المقابلة دي المراد بها التخويف والتهويل والتفظيع. ربنا عايز سبحانه وتعالى عايز يخوفنا من الزنا ويخوفنا ويهولنا من الزنا، فجاب هذا الامر عشان ايه؟ عشان نخاف. والشيخ الشعراوي رحمه الله قال لفتة عظيمة جدا في الموضوع ده. قال ايه؟ صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الامام الشيخ الشعراوي رحمه الله، قال: نقول للمرأة الزانية: هل تعتقدي ان الزنا حرام أم تظني وتعتقدي أن الزنا ليس حرام؟ إن قالت أن الزنا حرام وأني ارتكبت معصية وأعلم أنه حرام، إذن هذه معصية وهي ليست مشركة. أما إن كانت هذه المرأة تقول بأن الزنا ليس حرام وإن ليه ربنا حرم الزنا وإن الزنا مش حرام، إذن في هذه الحالة أصبحت هذه المرأة مشركة. إذن احنا جمعنا كده بين الأمرين. وفي كلام للعلماء بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إن فيه آيات كونية وآيات تشريعية أو شرعية. يعني إيه؟ صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. آيات كونية يعني الآيات دي لابد إنها تحصل، ربنا لما يقول عن حاجة لازم تحصل. أما الآيات الشرعية والتشريعية هي اللي ربنا بيأمرنا بيها، قد أنت تفعل بها وقد لا تفعل بذلك. طب عايزين مثال على الكلام ده. ربنا بيقول في القرآن الكريم: ومن دخله كان آمنا. طبعا ربنا بيتكلم على البيت الحرام الكعبة. فيه ناس ممكن تدخل الكعبة ومش آمنة، فيه ناس قد تأمن في الكعبة، يعني قد يحدث بعكس ما هو موجود في هذه الآية. إذن الآية دي مش آية كونية، مش شرط يحدث كده. يبقى الآية دي إيه؟ آية تشريعية. يعني أيها الرؤساء وأيها الحكام وأيها الزعماء أمنوا من يدخل الكعبة. طب قد يؤمنون وقد لا يؤمنون، قد يكون الإنسان آمن وقد لا يكون آمن. أجيب لك مثال تاني. ربنا قال في القرآن الكريم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إيه ده؟ طيب ما هو فيه امرأة طيبة بتتجوز إنسان مش طيب، وفيه رجل طيب بيتزوج امرأة مش طيبة، وقد يحدث العكس. يبقى إذن هذه آية إيه؟ تشريعية. أي من تتولون أمور المرأة زوجوهن الطيبون مثلهم، ويا من تتولوا أمور الرجل زوجوه المرأة الطيبة مثله. إذن الآية تشريعية. هكذا الآيات اللي معانا دي: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، دي مش آيات كونية. يعني مش شرط إن يحصل إن الزاني يتجوز زانية والزانية تتجوز زاني. أعتقد إن الموضوع كده واضح معاك، وأعتقد إن الآية فهمتها بالوجه الصحيح إن شاء الله. لو استفدت من تفسير الآية أتمنى إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. لو عندك آية عايز تعرف معناها اكتبها لي في الكومنت عشان أفسرها في فيديو جديد. كان معاكم سعود الخولي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.